كل الناس بتخاف من الحسد، مع إن في حاجة أبشع من الحسد بكتير. عارفين إيه هي؟ الاستكتار. إن حد يستكتر عليك أي حاجة عندك، يستكتر عليك شغلك كويس، يستكتر عليك علاقة حلوة في حياتك، يستكتر عليك إن عندك صاحب جدع، يستكتر عليك بيت هادي، يستكتر عليك حب الناس ليك، يستكتر عليك إنك عايش في حالك من غير مشاكل. في ناس ممكن تستكتر عليك حتى إنك تحب وتتحب، يستكتر عليك الضحكة اللي طالعة من قلبك، يشوفها كتير عليك. ده في ناس حتى بتستكتر على اللي قدامها النفس اللي بتتنفسه، يستكتر عليك حياتك كلها. والأصعب بقى إن الشخص ده مش شرط يكون أقل منك في حاجة، ده ممكن يكون عنده أكتر منك بكتير، بس مش قادر يشوفك مرتاح. بيبان قدامك إنه طيب، بيضحك معاك ويهزر وبيقولك إنه بيتمنى لك الخير، وهو في الحقيقة أكتر واحد نفسه النعمة تزول منك بأي شكل. مش مستحمل يشوفك فرحان بنعمة عندك، شايفها كتير عليك وعاوزها تختفي من عندك بأي شكل. رسالة النهاردة بتقولك ابعد الناس دي عن حياتك. صدقني لو ركزت هتلاقي الغل والاستكتار باين في عيونهم، في نظرة، بكلمة، بفعل. لو ركزت قلبك هيعرفهم على طول، لأن الغل بيكون باين جوه عيونهم. وعاوزة أقول للناس دي خلي قلوبكم أوسع شوية، بلاش تستكتروا على حد أي نعمة هم فيها. انت شايف الصورة الحلوة بس، مش شايف الوجع اللي مستخبي وراها، ولا عارف التعب اللي تعبوه عشان يوصلوا للنعمة دي. سيبوا الناس تفرح، كل واحد شايل اللي محدش شايفه، واللي شايف نعمة غيره كتير عليه عمره ما هيحس بطعم النعمة اللي في ايده، حتى لو الدنيا كلها جت بين ايديه.